بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك ربي لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. بداية روتيني الجديد اليوم الجديد النهاردة روتين تشقيري على الزرع بتاعي. بصوا دي الطماطم اللي أنا زرعتها لكم قبل كده في فيديوهات سابقة يا جماعة، ودي الطماطم اللي أنا زرعتها في الزير. روتين النهاردة اليوم الجديد، روتين يوم الخبيز. النهاردة هخبز عيش بلدي، فانا خدت العيش كده والدقيق وقلت هعجنهم فوق السطوح بالشمس لان انا بحب الشمس جدا. بصوا يا جماعه، طبعا مسخنه الميه وكل حاجه. هنزل على طول زي ما انتم شايفين كده، وهعجن العجين الشمسي اللي هو العيش الشمسي اللي احنا بنعشقه في الارياف. اولا انا بحب الشتاء، ان انا بقدر اطلع على السطوح واقعد في الشمس. شفتوا طبعا الطماطم، زرعة الطماطم اللي انا موريها لكم. على فكرة الطماطم دي يا جماعة اللي انا وريتها لكم، بسم الله ما شاء الله، المرة دي احسن من السنة اللي فاتت. تحس الطماطمية كده عفية وقوية ان شاء الله، جميلة جدا. انا حطها في حتة شمسية حلوة خالص. يا ريت ترجعوا لفيديوهات سابقة، تقريبا رابع او خامس فيديو انا عملته في ازاي تزرع الطماطم وطريقة زراعة الطماطم. منزله لكم كذا كذا فيديو، لو عايزين انزله لكم تاني انا على استعداد يعني. اللي عندكم، اللي عنده سطوح يا جماعة، بيبقى طريقة مفيدة جدا ليها ان هي تزرعها، ومنتجة جدا 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 جدا. يعني طماطماية واحدة والله بتطلع فوق 4 و5 كيلو طماطم و6 كيلو والله العظيم. فان شاء الله انا هصدر للشادر السنة دي يعني. آه، يعني والله انا نويت، لان كل حاجه غليت، فبيجي الموسم اللي هو بتطرح فيه الطماطم اللي انا زرعاها دي طماطم شتويه، اللي بيبقى فيه شهر 1 و2، وبتبقى الدنيا يعني على، يعني في جاية الغلو وبيبقى الطماطم غالي جدا، فبينفعوني والله. السنة اللي فاتت أنا كنت زارعة طماطمتين، والله انتجوا كمية لا حصر لها من الطماطم. والله طلع حوالي 6 7 كيلو أو 8 كيلو والله من الطماطم. فعشان كده قلت ليه، طب ما انا عندي سطوح كبيره هنزرعه كله طماطم ومش مكلفه. ما عندكيش سماد عضويه ممكن اخلي التربه مع رمله، وفقط تقطعي الطماطمايه وتحطي وتدخليها في التربه مع الرمله وسمديها بتفل الشاي وبواقي الشاي والقهوه، والله هتنتج عندك انتاج رهيب. ممكن اقول لكم على طرق تانية للتسميد لو انت حابه الطريقه يعني. بصوا العيش البلدي طبعا زي ما انتم شايفين كده بيحتاج روتين الخبيز النهارده، او روتين خبيز العيش البلدي. بيحتاج طبعا مجهود، لان انا على قد ما بنقدر لازم العيش يبقى ايه، يبقى ياخد كفاية في العجن ولحد ما يبقى زي الحلاوة في ايدك. هو ده طريقتنا في العيش اللي احنا بنخبزه، العيش الشمسي. من أجمل العيش اللي ممكن تاكليه في حياتك، والأولاد عندي بيعشقوه يعني. ما أنا كنت أسبوعين بخبزه في السنين اللي فاتت، لكن دلوقتي علشان الصحة ما بخبزوش إلا فين فين يعني. لما أحس نفسي خلاص كده، نفسنا هفت عليه أو راحت عليه، فنخبزه كل شهر كل شهرين. ما عادش الناس بقى قلة فضا وقلة صحة إنها تهتم بالحاجات دي يعني. في الأرياف ما زالت الناس بتخبز مرة واتنين وحريصين يعني إنه العيش البلدي متواجدين، لكن إحنا عشان ظروف الحياة السريعة ورتم الحياة السريع ما بيبقاش قوي قادرين إن إحنا نوض. خصوصا بص، على فكرة أنتوا بتقولوا لي إيه اللي طلعتيه من الكيس ده؟ على فكرة دي خميرة أنا والله كنت مربيها قبل كده، وجت ظروف وتعبت ما قدرتش أخبز، فرحت حطيتها في الفريزر وطلعتها من الصبح من الفريزر الخميرة، وحطيتها في الشمس لقيتها خمرت، فقلت اكمل بيها العيش يعني مش هتبوظ معاكي ولا حاجة لو حطيتها في الفريزر او في التلاجة. دي الخميرة بتاعت العيش، دي كمية خميرة كبيرة كنت انا مربيها الاول عن اخر، وبحط لها بحط معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. لو عايزة تحطي خل برضو بتبقى فعالة جدا، وبيبقى العيش هايش وحلو خالص. بيطلع معاكي نتيجة حلوة خالص. حطي معلقتين خل مع العيش بيديكي نتيجة حلوة خالص. بيخلي العيش بالعيش خفيف وخموره حلو خالص، بيعتبر زي محسن للخبز يعني. بعد انا عماله اخد ودي فيه واخد ودي فيه لحد على قد ما اقدر يعني، على قد ما تقدري لازم يبقى ناعم وزي الزبده تحت ايديك.
الديك بيصبح عليكم. بصوا يا جماعة، العيش البلدي هنا بيحب الشمس، لان احنا مسمينه عيش شمسي لانه هو لازم يتخبز في الشمس. في ناس بتخبزه ايوه في الاوض المغلقة وبتعمله الدفاية، ينفع ويمشي الحال برضه، بس ما بيبقاش طعمه حلو زي الشمس، لان هو بتحتاج الشمس. بس كده اديني خلصت العيش، وكده انا فاضل بس ان انا اقطعه. هحط الردة على المطارح بتاعتي. انا عندي هنا حاجة اسمها طباعة، يعني انتوا ما بتعرفوش حاجة اسمها طباعة، تعرفوا المقارص بتاعة الخبز لكن ما بتعرفوش الطباعة. احنا الخشبية الكبيرة دي بنقولها على طباعة في الارياف عندنا هنا. بس كده. بص برش الردة، وهبتدي اقطع العيش على الطباعة دي او الخشبية الكبيرة دي. لو عندك اي حاجة متقطعة عليها حاجة خشب او بلاستيك، يعني لو عندك اي اناء بلاستيك، بس ما تقطعيش على حاجة صاج عشان بتسخن بسرعة وممكن تخلي العيش يلزق فيها. دي يفضل يعني انك انت خشب او بلاستيك عشان ما بيسخنش بسرعة يعني في تحت الشمس. بس كده زي ما انت شايفين كده، ادي قطعت العيش بتاعي. عيشنا اللذيذ اللي احنا بنعشقه. دي روتين الخبيز بتاعنا وروتيننا اليومي، يوم من أيام حياتنا، يعني يوم جديد وروتين جديد وشكل جديد من الروتين المصري الأصيل. الأرياف بيعيشوا الروتين كل يوم، تلاقي الناس حواليكي خابزين كل يوم، وتلاقي الدخان وريحة العيش الشمسي. ما أحلاها عيشة الأرياف وما أطعمها. لكن والله الحال ما بقي زي الحال دلوقتي، تروحي الأرياف تكرهي اليوم اللي رحتي، تسمع أخبار مش كويسة، بقت الناس والحياة يعني مش كويسة. سبحان الله، يعني انقلاب في الأحوال وانقلاب في عادات الناس، يعني تخوف، حاجات تخوف كده بتسمعها في الأرياف. انتشار فظيع للمخدرات، بقت منتشرة بطريقة فظيعة. سبحان الله، ربنا يعافينا ويعافي الناس كلها يا رب. بعد ما كانت مكان للقيم والمبادئ، سبحان الله انقلب حالها رأسا على عقب. يا ربي يا ربي ينجدنا من هذا الهرج والمرج اللي حاصل وسط الناس، والانفلات اللي حاصل وسط الناس، ويعافي شبابنا وأولادنا ويحميهم يا رب، ويكفيهم شر مصايب الدنيا المنتشرة. ادي يا جماعة انا قطعت. لازم تبعدي بين الرغيف والرغيف عشان لما يخمر ما يلزقش في بعضه. بهذه الطريقة يا جماعة نكون كده جهزنا العيش. انا ببتدي ان انا اسيبه 5 دقايق كده يشف وشه، بس يجف شوية، وابتدي ان انا اسوي العيش بايدي او بباطن ايدي عشان خاطر ما يلزقش في ايدي كويس، واسويه كويس. انا خبزت النهارده 3 طبابيع او 3 خشبات حط عليهم عيش اهو. حوالي انا كده خبزه حوالي 30 رغيف، يعني يكفونا فتره طويله، لان في عندي من الاولاد بياكل العيش البلدي وفي ما بياكلوش. اديني بسوي العيش اهو بباطن ايدي، لسه قاعد لين شوية، هسيبه شوية بس يتساوى عشان. ونزلت على المطبخ طبعا هنا الحوض بوظ الدنيا وعامل لي جاجة في المطبخ. الحوض يا جماعة والله دي 10 مرة ألزقه من ساعة ما أنا سكنت في البيت ده. مش عارفة لو عندكم فكرة تقولي لي أعمل إيه، والله قولوا لي تبقى ريحتوني يعني. جبت له أفضل أنواع اللزق الحوض ده، أهي الإزازة دي اللي هي GLC، والله وجبت انواع تانية بس والأصلية الإزازة الأصلية يعني، لكن نافع فيك شمال ولا يمين. طبعا انت لازم تغسلي هنا الحوض بعد ما شلتيه الحوض الاستانلس. بغسل حروف الحوض كويسة جدا حسب ما سألت يعني، وقالوا لي بعد كده بحط المادة اللاصقة دي بين الحوض الرخام بين الحوض الاستانلس عشان الاستانلس يلزق في الرخام. مشكلتي انا بقى ان هنا الحوض الاستانلس بيسرب المية لتحت، فانا الدنيا بايظة عندي، بوظان الدنيا كلها تحت. الحمه عشان انا معظم المواعين بغسلها بمية سخنة. شوية كده شهر ولا حاجة الاقي اللحام ده كله فك تاني، فانا مش لاقي حل يعني. والله يا جماعة اللي يعرف حل يقولهولي، بتبقى ربنا يريح قلبكم زي ما تريحوني يا رب ان شاء الله. كل شوية ألزقه، شفت ونضفت وباخد اليوم كله في القلبان ده، وبيفضل اليوم كله ما استعملش الحوض عشان
ما يخلعش اللحام لحد ما ينشف. وابو احمد هنا بيساعدني في احنا نلزق الحوض. حطينا كمية من اللاصق غريبة يعني عشان يلزق الحوض في الحوض الستانلس في الرخام. بيلزق شوية والله. وفضل انا يعني مصورة الفيديو من بدري، لكن هو قعد حوالي 5 ايام كده ما ينقطش مية، ورجع تاني ينقط مية. والله ما بعرف ايه اللي حاصل له يعني. بفكر ان انا اشيل الحوض ده كله. والله فكرة فاشلة حكاية الحوض للرخام دي، وان انا اعمله كله ستانلس من فوق، لان تعبني بجد يعني، مش لاقيه له حل. فلو عندكم حد وعندكم فكرة ممكن احلها، فيا ريت تقولوا لي عليها. ربنا يديكم الصحة يا رب ان شاء الله. بعد طبعا ما لزقت كله، حطيت كمية لزقة فظيعة من المعجون اللي عندي ده. وانا طبعا بتحاول اهو بنزل الحوض اهو، ادي الحوض بتاعه اهو. حوالين الحوض ده بيتسرب المية، بتنقط لتحت يا جماعة، فمغرقاه المطبخ كله مية تحت. الدنيا تعومي بالمركب تحت يعني. بص، ورغم ان لازق انا مفيش فاصل ولا حاجة، لكن برضو ايه بينقط. فلو عندكم فكرة فيدوني. ادي انا لزقت الحوض اهو، ومضطر ان انا اسيبه فترة كتيرة، مش اقل من 5-6 ساعات عشان ايه ينشف قبل ما استخدمه. في ان انا اغسل او اشطف اي مواعين عندي في البيت. عمالة الزق فيه لان خايفة ان هو ينقط تاني تحت، ان المية بتسرب وتعبان يعني. اليوم كله والحوض مسرب بيسرب تحت البوتاجاز. الدنيا كلها عايمة مية في المطبخ، فمش عارفة اعمل ايه يعني. جبت برضو الصنايعي اللي هو بتاع الرخام ده، وبتاع السباكة، ولحمهولي، وبرضو الحال على ما هو عليه. فضل كام يوم كده ورجع تاني يخر تاني وينقط مية تاني من تحت بجانب الحوض. فقولولي ايه الحل يعني. يا ريت تفيدوني، وتقولولي ايه اعمل ايه يعني في المشكلة دي. لو عندكم حل يا ريت تفيدونا بالله عليكم يعني. بصوا ادينا لزقته اهو، وانا المطبخ ده تعبني، مش مرتاح، مش مريحني ابدا. مره يمكن شايفين الحرف اللي على جنب الحوض ده، الحرف اللي انا عاملاه رخام برضو، انا اللي عملته والله بايديا برضو، خد يوم معايا. لان الرخام كله يعني من الجوانب لما تفتح المية بتنقط منه ومنه، وتنزل المية برضو على الجوانب. فرحت افتكرت الفكرة دي وجبت رخام ولزقته بجنب اللي هو الحرف الابيض اللي انتوا شايفينه ده. بس كده لزقت الدنيا، وربنا يصلح الاحوال. وان شاء الله يمكن اخر مره تبقى الزق فيها الحوض. لكن انا شايفه الحال كل مره بيبقى زي كده وبيرجع تاني ينقط. بقول لكم لو كان عجبكم الفيديو بتاع النهارده، لو اول مره تدخلوا على القناه ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا له لايك عشان الفيديو ينتشر. ولو اول مره دخلتوا القناه واستفدتوا ادنى فكره، يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك. وفي نهايه الفيديو ادعوا لي ان الحوض ما ينقطش تاني. في نهايه الفيديو بقول لكم استودعكم في رعايه الله.